السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتي يسكت لكن قلبي ما استسلمش. وليد التونسي يكشف تفاصيل صراعه مع الألم في برنامج نجوم. في حلقة مؤثرة من برنامج نجوم فاجأ الفنان التونسي وليد التونسي جمهوره بتصريحات صادمة ومليئة بالأمل، حيث تحدث بكل شفافية عن الأزمة الصحية التي ألمت به والتي كادت أن تنهي مسيرته الفنية. وليد قال: أنا مرضت قبل العملية، ما عادش نسمع، ما عادش نجم نغني. كلمات بسيطة لكنها تحمل بين طياتها حجم المعاناة التي عاشها فنان عشق الغناء وأعطى من صوته وأحاسيسه سنوات من التألق. ورغم الألم لم يسمح المرض أن يوقفه. كملنا العملية وحابين نشوفوا شنو هي الحكاية، والحمد لله قاعدين نعالجو، وإن شاء الله مازالوا شهرين في العلاج ونرجعوا بقدرة الله ما خير. ما يلفت الانتباه في حديثه هو روحه الإيجابية، حيث قال: أنا عايشة حياتي عادي بالدوي والحمد لله، بقدرة الله لا بأس. وأكد أيضا أنه واصل العمل على ألبومه الجديد. وكشف وليد أيضا عن حالته الحالية، قال: ما نخرجش من الدار لأني ما عنديش مناعة، حتى كي يجوني صحابي نتقابلوا من بعيد وبكمامة. رغم ذلك أكد أن حالته مستقرة، العلم تطور وأنا تقبلت الحكاية وإن شاء الله نرجع خير من قبل. تمنياتنا بالشفاء العاجل للفنان التونسي وليد التونسي والجميع المسلمين، إن شاء الله ربي يشفي الجميع